السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم السولادي زاد ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. اليوم حنبارطاجي مع خياتي وصفه تاع العسل بزاف مطلوبه، العسل الاحمر اللي نشروه تاع المرجان والعسل الابيض اللي تقدروا تقولوا عليها شاربات. نبداو بالصلاه والسلام على اشرف خلق الله ونروحوا للوصفه ديالنا. نقولوا بسم الله. هنا ديت 2 كيلو تاع سكر، انا فرغتهم هنا باش تشوفوا شحال ديت بيسك راح نطيبهم في القدره. هنا ديت 2 كيلو تاع سكر، الكميه تاع الماء تدو النصف تاعها. انا هنا راح ندير العسل الابيض، راح ندير 2 كيلو سكر وليتر تاع ماء، يعني دائما يكون السكر اكثر من الماء. واللي حبت العسل تاعها يجيها عاقد اكثر من هكا، ومن بعد كي تجي تخدم به تزيد له شويه ماء ولا المزهر، تخليه برك يزيد يعقد شويه في الطياب. هنا كيما شفتوا فرغتو في القدره ديالي. هنا عندي طاس تاع البراء فيه الكيل كيفاش نكيل به، ديت ليتر تاع ماء، نخلطو مليح هذاك السكر والماء حتى نتاكدوا باللي ما بقى حتى شويه تاع سكر ماشي مخلطه بالماء، يعني في القاع تاعها كامل باش ما يتحرقناش ويتكرمل ويدي لون بيسك حبيناه يطيب ابيض. هنا تاكدوا مليح باللي خلطتوه مليح، يعني كل بلاصه لازم تقيس وما يبقاش هذاك السكر. كيما نعرفوا السكر يعني غير نديروا له الماء راح يتشمخ، بصح نتوما لازم تتاكدوا مليح. هنا ديت باكي تاني فيه 2 كيلو تاع سكر، حطيته في الطنجره ديالي باش نكرملو شويه، باش ندير العسل الاحمر هذاك لازم نكرملو شويه السكر، نعطولو اللون تاع الكراميل باش ما يجيناش فونسي بزاف وما يجيش فيه ريحه المروريه ولا يتحرق. كما راكم تشوفوا كي يبدا يذوب لكم على الاطراف عاونوه هكا بسباتول، ابداو تزيدوا تذوبوا فيه باش ما يتحرق لكمش وما يجيكمش مر وفونسي بزاف. كما راكم تشوفوا الطريقه يعني راهي موضحه، وكما قلت لكم انا درتو على حساب كيما نستعملو انا. دوك نتيا الا حبيتيه شويه ثقيل على هكا زيدي له في المده تاع الغليان. انا خليته نص ساعه وهو فوق النار عاليه وهو يغلي، تحصلت على هذاك القوام اللي كنت حباته. انا هكا نخدم به مباشره بلا ما نزيدلو حتى عفسه، يعني شويه ما ولا مزهر ما نزيدلوش. يا ربي ليكستري تاع المزهر الا كنت راح ندير حاجه اللي تستحق المزهر. هنا كيما شفتوا جبت هذيك العلبه في تاع الفرماج كيلتان بها ليتر تاع ماء وفرغتها. وهنا لازم ديروا له حجره تاع الشب ولا لاسيد سيتريك اللي هو حمض الليمون، تديروا لهم غرفه صغيره هكا، يعني متعمروهاش بزاف ولا تقدروا الشب وحده منهم. انا درتهم في 2، مستحيل يتسكر لكم العسل تاعكم يا لو كان يقعد عام، والله ما يصرالو والو باذن الله. درت طرونش تاع قارص وزدت كملت فرغت السكر الباقي كامل. مع الاول ديروا كميه قليله تاع السكر كي تكونوا راح تكرملوه، يا ربي نص كاس باش ما يغلبكمش وما يتحرقش. هنا كي تعمروه بالماء ديروا الماء تاعكم، يعني 2 كيلو تاع سكر ديروا لهم لتر تاع ماء، دائما النصف تاع السكر هذاك الماء نديروه وتخلوه يغلي. كما قلت لكم انا خليتهم مره واحده نص ساعه في 2 وطفيت لهم، وهكا جاني العسل تاعي في القوام اللي راني حباته. هنا كنت فرغته ديجا في بلاره واحده اخرى وما رفدتليش، عاودت رجعته في هذه. وهنا اللون تاعها راهو شفاف، بركي راني دايره القارص لداخل ومع الاضاءه راه يبان لكم صفر، مي كي نطلعوه هكا بالمغرفه ولا غير شفاف ترونسبارو يجي ما شاء الله. تسحقوه بزاف الزلابيه ولا معسلات ولا البسبوسه ولا قطايف يحبوا العسل يكون ابيض. اللي جاه ثقيل تقدر كي تجي تخدم به تزيد له شويه تاع ماء ولا مزهر كيما حبيتو، واللي جاه سوا تخليه، واللي حباتو ثقيل على هذا تزيد له مده الغليان، يعني تغلوه قريب ساعه ولا 45 دقيقه راح يجيكم عاقد اكثر من هكا. بصح انا فضلته هكا، يعني ما نديرش خدمه روحي كل ما نجي راح نعسل به نبقى نضيف له في الماء ونحلل فيه مليح. نتوما كل وحده كيما حبت. هذا هو القوام تاع العسل راني وريته لكم، ان شاء الله حنديروا به وصفات بزاف في رمضان ونستفادوا كامل مع بعضنا. بارطاجيو برك لا فيديو وديروا جيم الى عجبكم اكيد. وهذا هو العسل الثاني اللي جاني باللون الاحمر هذاك، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. اللي عندها عود تاع قرفه ديرلو شويه برك باش يطلق لها ريحه شابه فيه. هذا مكان مي اللون شوفوا كيما كرملناه جا اللون تاعو ما شاء الله
يشهي ولا غير خير من تاع برا. كيما قلت لكم ديروا له الشب ولا لاصيد سيتريك، عمره لا يتسكر لكم العسل تاعكم. هكا كل ما تجوا تخدموا به انا ولا غنحتفظ به اكثر من عام ويبقى لي كيما راكم تشوفوا القوام تاعو. كيما قلت لكم ان شاء الله هاني فتكم كامل بنفس بالنصائح كامل باش تخرجوا بنفس النتيجة ولا افضل من هذه، وعلاش لا. هنا كيما قلت لكم اللي حباتو تقيل برك تزيد له مده تاع الطياب تاعو، يعني في العوض اللي تخليه نص ساعه خليه 45 دقيقه ولا ساعه. من ساعه ما تزيديلوش بيسك راح يولي لكم حجر، يعني راح يولي عاقد بزاف. هذه هي خياتي، هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. ان شاء الله نكون جزت عليكم خفيفة ظريفة، وان شاء الله تكونوا استفدتوا وتسيوه وتخدموه تخبيوه رمضان ان شاء الله باش تجيكم حاجة سهلة كي تجوا تخدموه. بقى لي غير نقولكم نحبكم نموت عليكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى، سلام.